السلام عليكم يا أحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. النهاردة جايبالكم قصة أحداثها حقيقية وحصلت بالفعل. بس في الأول نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا شفيع يا رسول الله. وما ننساش اللايك يا حبايب قلبي. ودلوقتي بقى يلا بينا نبدأ حكايتنا. وقبل ما احكي لكم حكايتي أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي ليلى وعندي 38 سنة. وفي يوم من الأيام كنت واقفة في المطبخ ولقيت بنت جودي داخلة عليا وبتقولي: ماما ماما، أنا جعانة قوي، هو احنا مش هناكل ولا ايه؟ مش احنا قلنا يا حبيبتي ان احنا هنصوم زي الكبار؟ طيب يا ماما، هو فاضل على المغرب قد ايه؟ انا بجد جعانة قوي وعايزاكي تعملي اكل حلو وكتير عشان اعرف افطر كويس. حاضر يا قلب ماما، هعملك كل اللي نفسك فيه، بس ممكن تخرجي على بره عشان فاضل 3 ساعات على المغرب وعايزة الحق اخلص اللي في ايديا. وبنتي سابتني وخرجت على بره، وانا اللي قعدت اكلم نفسي واقول: اعمل ايه بس يا ربي؟ انا عارفة ان انت اكيد هتكرمني وترزقني عشان خاطر العيال دول. وانا مسحت دموعي ونزلت على شقة حماتي على طول، ولقيت حماتي بتقولي: خير يا وش النحس، ايه اللي نزلك دلوقتي وعايزة ايه؟ ارجوك يا حماتي، عيالي جعانين قوي ومش عارفة اعمل معاهم ايه، والبيت عندي مفهوش ولا لقمة. وانا اعملك ايه يعني يا حبيبتي؟ انزلي واشتغلي واصرفي عليهم. هو انت شايفاني قاعدالكم على بنك ولا ايه؟ هجيبلك منين يا حبيبتي؟ طيب معلش يا حماتي، ممكن تديني طبق رز حتى، او اي لقمة عندك للعيال؟ مفيش ولا لقمة هتاخديها من عندي غير لما توافقي تتجوزي سيد ابني حبيبي عشان يربي عيال اخوه، وكمان ترجعي لي الشقة من تاني. مش عشان كان في مشكلة بيني وبين ابني وراح كتبلك الشقة باسمك انتي تبقى خلاص الشقة بقت بتاعتك؟ انت عايزاني اتجوز مين يا حماتي؟ انت عارفة ومتأكدة كويس قوي ان انا عمري ما هتجوز سيد ده متجوز 3، غير ان هو كمان مش قادر يصرف عليهم. طالما مش موافقة بقى يا عينيا، خلاص اطلع على شقتك بقى، ومش عايزة رغي كتير، الواحد صايم ومش قادر يتكلم. انا داخلة على المطبخ اطلع دكر بط من الفريزر عشان هعمله النهاردة على حلة محشي. حرام عليك يا حماتي، طيب وعيال ابنك هتسيبيهم كده جعانين؟ وحماتي اللي دخلت على المطبخ ولا كأنها سمعت انا قلتلها ايه، وانا اللي قعدت اعيط وسبتها وطلعت على شقتي على طول. واول ما دخلت شقتي لقيت عزة اختي بتتصل بيا وقالت لي: الو، ايوه يا ليلى، فينك يا بنتي؟ انا عماله اتصل عليكي من بدري قوي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، انت عارفه بقى ان النهارده اول يوم في رمضان ومشغوله جدا في المطبخ عشان بعمل اكل للعيال. يا خبر، ده انا كنت متصله بيكي عشان اقولك ما تيجي نفطر مع بعض النهارده عشان ما تاكليش لوحدك انت والعيال اول يوم في رمضان، وجوزك مش معاكي يا حبيبتي، وكمان احمد جوزي هيفطر بره النهارده. يلا، مفيش نصيب بقى. لا لا لا، ازاي؟ انا هاجي افطر معاكي يا حبيبتي، انا ما يهونش عليا ابدا ان انت تفطري لوحدك، انا هجيب العيال وجايلك على طول. خلاص يا ليلى يا حبيبتي، هستناكي، اوعي تتأخري. وانا قفلت مع عزة التليفون وقعدت ادعي ربنا واقول: احمدك واشكر فضلك يا رب، انا كنت عارفة ومتأكدة ان انت عمرك ما هتنساني ابدا انا والعيال. ودخلت اوضة ولادي ولبست جودي وياسين وملك ورحت بيهم عند عز اختي، وانا وعيالي وقفنا عند باب شقتها، وياسين ابني قعد يرن جرس الباب قوي، وعزة اللي فتحت الباب وقعدت تزعق جامد وتقول: جرى ايه يا متخلف انت؟ في حد يرن الجرس بالطريقة دي؟ جرى ايه يا عزة؟ هو انت بتكلمي الولد كده ليه؟ انت عارفة ان ياسين بيحبك جدا وكان فرحان ان هيشوفك النهاردة، بس برضو يا ليلى ما ينفعش يرن الجرس بالطريقة دي.
يلا معلش بقى، اصل الجو حر قوي النهارده زي ما انت شايفه كده، وطول النهار واقفه على رجلي في المطبخ. يلا تعالوا اتفضلوا اتفضلوا. ودخلت انا وعيالي وقعدنا على السفره، وقلت لعزه: هو في حاجه مزعلاكي يا عزه؟ انت متخانقه مع جوزك ولا ايه؟ ليه يعني بتقولي كده؟ عشان مخنوقه حبتين ومتعصبه لازم يعني اكون متخانقه مع جوزي؟ ولا مفيش اي حد في الدنيا ده كويس غير جوزك الله يرحمه؟ هو في ايه يا عزه؟ انت بتتكلمي معايا بالطريقه دي ليه من ساعه ما جيت عندك هنا؟ اصل بصراحه كده يعني انا قلت اعزمك لوحدك على الفطار، مش لازم تجيبي قرطة العيال دي كلها معاكي عشان تفطروا معايا. يعني انت عايزاني يا عزه اجيلك من غير عيالي برضو؟ ايوه طبعا، كنت قفلت عليهم باب الشقة وجيتي تفطري معايا. اقفل على مين يا عزة؟ انت بتهزري؟ لا طبعا، عيالي رجلهم على رجلي في اي مكان، ما ينفعش اسيبهم ابدا. طيب يا ليلى، انا ما كنتش عاملة حسابي في الاكل لكم كلكم، انا عاملة حسابي في الفطار ليكي انا وانتي وبس. امسكي يا حبيبتي، كل انت وعيالك الطبق الرز ده. معلش بقى، اصل الرز شاط مني وهيبقى حلو يعني مفهوش حاجة. وياسين ابني اللي قام متضايق جدا وقال لي: يلا يا ماما نمشي من هنا لو سمحت، مش هينفع نقعد هنا اكتر من كده. ما تقعد يا واد، هو انت هتتنك عليا ولا ايه؟ ما انا عارفة البير وغطاه، عارفة ان مفيش ولا عندكم ولا لقمة في بيتكم، ولا انت فاكرة ان انا مصدقة ان انت كنت عاملة اكل النهاردة على الفطار؟ وانا قمت ووقفت وقلت: يلا بينا يا ولاد عشان نمشي من هنا. وخدت ولادي ولسه هنخرج من الباب لقيت احمد جوزها وصل وقال: ايه ده ليلى، ازيك عامله ايه؟ ايه ده انتي واخده العيال ورايحين على فين؟ ده انا ما صدقت عرفت اخد اذن من الشغل عشان اجي افطر معاكم. معلش يا احمد، مره تانية ان شاء الله، انا لازم امشي انا والعيال دلوقتي. وفعلا خدت عيالي ومشيت على طول. واحمد اللي دخل وقال لعزه: مالها اختك يا عزه؟ شكلها عامل كده ليه؟ اوعي تكوني عملتي اي حاجه تضايقها. ولا عملت اي حاجة، هي كل ما تيجي عندي لازم تجيلي بعيالها. كل ده عشان بقول لها كنت جيتيني لوحدك وسبت العيال في البيت. عملتها زعلة وخدت عيالها ومشيت. مش عارفة هي شايفة نفسها عليا ليه، ما انا عارفة البير وغطاه ان مفيش ولا لقمة ببيتها، وعملتها حجة عشان تيجي تفطر معايا. كانت كلت هي وعيالها ومشيت وخلاص، لازم يعني تعمل عليا الشويتين دول؟ انتي ايه الجبروت اللي انتي فيه ده يا شيخة؟ عمر ما ربنا هيديكي عيال طول ما انتي بالطريقة دي. انتي ايه، مفيش في قلبك اي رحمة؟ دي ارملة وبتربي يتامى. اشمعنى هي اللي يبقى عندها عيال وانا لا؟ ده عندها بدل العيل 2 و3. هي عايزة تاخد كل حاجة من الدنيا ولا ايه؟ مخلفة الولد والبنت وكانت متجوزة واحد بتحبه، مش جواز صالونات زي خيبتي. اخرسي بقى يا شيخة، حرام عليكي، انا بقيت اكره ادخل البيت ده بسببك انتي. واحمد اللي سابها ونزل على طول. وفي الوقت ده كنت ماشية في الشارع انا وولادي، ولقينا قدامنا مائدة رحمن، وجودي بنتي قالت: ماما ما تيجي ناكل هنا يا ماما، انا جعانة قوي. طيب يا حبيبتي يلا بينا. ورحنا فعلا هناك ولقينا الراجل اللي بيوزع الاكل واقف، وقلت له: معلش انا اسفة، المفروض ان احنا راجعين من سفر وملحقناش نروح البيت والعيال جعانة قوي، انا اسفة والله بس ينفع؟ ومالك مكسوفة كده ليه يا مدام؟ المال من ربنا سبحانه وتعالى، اتفضلوا اقعدوا كلوا. وفعلا قعدت انا وعيالي عشان نفطر، وبعد ما خلصنا اكل روحت على البيت على طول. وبعد شوية لقيت الباب بيخبط عليا، ولما فتحت لقيت احمد جوز عزة اللي واقف قدامي. وقلت له: ايه ده احمد، خير؟ غريبة يعني، انت عمرك ما جيت لي بيتي ابدا.
معلش يا ليلى، خدي مني الشنط دي لانها تقيلة عليا قوي، وانا اسف جدا على اللي حصل النهاردة من عزة. انا مكسوف منك جدا ومش عارف اقولك ايه. بالنسبة لي انا يا احمد انا مش مشكلة خالص، انا متعودة على اسلوبها ده من زمان، بس المشكلة في ولادي ليه تكسر نفسهم بالشكل ده. اسمعيني كويس يا ليلى، انت عارفة ان انا طول عمري بعاملك زي اختي بالظبط. لو عوزت اي حاجة كلميني على طول وانا تحت امرك في اي حاجة. وفجأة لقيت حماتي واقفة قدام وقالت لي يبقى كلام سلفتك منى صح. جوز اختك بيعمل ايه هنا يا اختي؟ يا ريت تحترمي نفسك بقى، ده احنا حتى في شهر فضيل. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا حماتي؟ احمد يبقى جوز اختي وزي اخويا بالظبط. وجاي يعمل ايه بقى ان شاء الله يا اختي؟ يصلي بيك التراويح ولا ايه؟ قلتلك عايزة تتجوزي اتجوزي ابني، وبلاش امور الصرمحة بتاعتك دي. يا ريت تحترمي نفسك يا حماتي، انا مش عايزة اطول لساني عليكي لانك في مقام امي بالظبط. بعد اذنك يا ليلى انا لازم امشي دلوقتي. ايه ده انت ماشي وسايبنا ورايح فين؟ والله ما يحصل ابدا غير لما مراتك تيجي لحد هنا وتشوفك بعينيها. وحماتي اللي طلعت تليفونها واتصلت بعزة اختي وقالت لها ايوه يا اختي تعالي شوفي جوزك المحترم بيعمل ايه في شقة اختك. انتي بتقولي ايه يا ست انتي؟ وايه اللي هيجيب جوزي عند اختي؟ هو انتي مش مصدقاني ولا ايه؟ تعالي وشوفي بعينيكي. وانا خطفت من ايديها التليفون وقلت لها حرام عليكي يا شيخة، كفاية فضايح بقى لحد كده. وانا قلتلك ان احمد زي اخويا بالظبط، والله ما في اي حاجة بيني وبينه. وانا مش مصدقاكي، واختك لازم تيجي لحد هنا عشان تشوف اختها بتعمل ايه مع جوزها. بقولك ايه يا ست انتي، يا ريت تبعدي عني، خلينا امشي من هنا. وانا قلتلك مش هتمشي من هنا غير لما مراتك تيجي وتشوفك بعينيها. وانا بصيت لولادي لقيتهم كلهم بيعيطوا، وياسين اللي قرب مني وقال لي ماما انا خايف قوي، هي تيتا بتزعقلك كده ليه؟ ما تخافش يا ياسين يا حبيبي، اهدى كده، مفيش اي حاجة. خد اخواتك وادخلوا جوه على اوضتكم وما تخرجوش منها خالص. وفي الوقت ده وصلت عزة اختي وقالت الله، ممكن افهم ايه اللي بيحصل هنا بالظبط. تعالي يا اختي شوفي جوزك بيعمل ايه هنا في شقة اختك، والله اعلم بقى كانوا بيعملوا ايه جوه. نعم الكلام ده صحيح يا احمد؟ الست دي بتخرف يا عزة وبتقول اي كلام. انتي اكتر واحدة عارفة ان ليلى اختك زي اختي بالظبط. لا يا عينيا، الحاجات دي بالذات ما فيهاش اختي ولا اختك، هي حليت في عينيك ولا ايه؟ وانت يا حلوة مش لاقية من رجالة الدنيا كلها غير جوزي انا. انت بتقولي ايه يا عزة؟ عيب الكلام ده، جوزك محترم جدا والمفروض انت عارفاني كويس قوي وعارفة جوزك، وانا عمري ما اعمل اي حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى. انت تخرسي خالص، انت سامعة ولا لا؟ انا بكرهك يا ليلى ومش عايزاكي تكوني في حياتي من بعد النهاردة. بقى واحدة زيك عايزة تخرب بيتي؟ يعني انت مستكترة عليا جوزك؟ ما انت عندك كل حاجة في حياتك. قدامي يلا يا عزة على البيت لحسن اقسم بالله ارمى عليك يمين طلاق دلوقتي حالا. يعني انت عايز تطلقني عشانها يا احمد؟ يعني دي اخرتها برضو؟ وانا قلتلك امشي قدامي دلوقتي حالا يا عزة. واحمد اللي اخد عزة ومشي على طول، ولقيت حماتي بصت لي وقالت لي ها عقلتي ولا لسه؟ خليكي كده، طول ما انتي متكبرة على ابن سيد انا هعملك كل يوم والتاني فضيحة شكل، واذا كان عاجبك يا مرات ابني. انتي ايه يا شيخة؟ ما عندكيش رحمة؟ ما عندكيش قلب؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. وانا قلتها لك كلمة عقلك في راسك تعرفي خلاصك. وحماتي اللي سابتني ونزلت على شقتها على طول، وانا اللي قعدت الطم على وشي وفضلت اعيط. وعزة اختي روحت على بيتها، واول ما دخلت قالت لجوزها
بقى دي اخرتها برضو يا احمد، تنزل من هنا وتروح للست هانم شقتها قال ايه عشان تصالحها، وانت مهنش عليك تشوفها زعلانة وجريت وراها زي الدلدول. اخرس يا عزة ويا ريت توطي صوتك ده. انت ايه يا شيخة، ما عندكيش اي احساس كده؟ بقى انا اللي ما عنديش احساس ولا الهانم؟ الهانم اللي انت رحت لها برجليك عاجبك كده لما حماتها عملت لكم فضيحة طنانة رنانة؟ فضيحة ايه يا عزة؟ دي ولية مجنونة وعقلها طائق. انا كنت رايح ارضي اختك بعد ما سممت بدنها بكلامك ده هي وعيالها وخليتيهم مشيوا من بيتك وهم جعانين. انتي ايه يا شيخة، ما بتحسيش باختك ولا حتى بظروفها؟ لا مش بحس ولا عايزة احس بيها، وتغور هي وعيالها في 60 داهية. هما مش ملزومين مني اصلا عشان اكلهم ولا اشربهم يروحوا ياكلوا في الشارع. اخصى عليك يا عزة، انت فعلا قلبك قاسي ومفهوش ذرة رحمة. انا من هنا ورايح مش قاعدلك في البيت ده دقيقة واحدة. واحمد اللي سابها ومشي، وعزة اللي قعدت تنادي عليه وقالت طيب استنى يا احمد استنى هنا، واحمد مشي وسابها وما سألش فيها خالص. وفي الوقت ده حماتي كانت قاعدة في شقتها، وسيد ابنها رجع من بره وقال لها في ايه ياما، ايه اللي حصل في البيت النهارده؟ اسكت يا واد، انت ما شفتش اللي حصل النهارده؟ ده انا عملت فضيحة للموكوسة مرات اخوك. انما ايه؟ ليه بس ياما؟ ايه اللي حصل عشان تعملي حاجة زي دي؟ ابدا يا سيدي، دخلت عليها فجأة لقيت جايبة جوز اختها قاعد معاها في شقتها وجايب لها شيء وشويات. رحت اتصلت بمراته وجت عملت لهم فضيحة هما الاتنين. يا نهارها مش فايت النهاردة، ازاي تدخل راجل غريب شقة اخويا؟ اوعي كده ياما، انا هطلع جرجرها من شعرها وارميها في الشارع. استنى بس يا سيد، ما انت فعلا هتطلع عينيها، بس مش دلوقتي يا قلب امك، لما تتجوزها وتبقى مراتك وعلى ذمتك عشان تاخد منها الشقة اللي اخوك اللهبل كتبها لها باسمها، وتخليها تتنازل عن الشقة ونرميها في الشارع. يا سلام عليك ياما وعلى دماغك الألماس دي. امال لازم نفكر كده ونعقلها كويس قوي، مش كل حاجة بتتاخد بالعافية يا قلب امك. طيب ياما انا ممكن اعمل معاها ايه دلوقتي؟ ابدا، بسيطة خالص. انت هتطلع لها دلوقتي وتقول لها انت اتفضحتي في الشارع كله ولازم نتجوز بسرعة بدل ما الناس كلها تفضل تجيب في سيرتك. وتفتكري ياما ممكن توافق بالسهولة دي؟ هتوافق يا قلب امك، هتوافق عشان هتخاف من الفضيحة وعلى ولادها كمان. عارفة ياما لو البت ليلى دي وافقت على الجواز مني والله لحللك بقك ده. انتي عارفة البت دي حلوة قد ايه واحلى من الخناشير اللي انا متجوزهم ومعششة في نافوخي من ايام ما كانت متجوزة ابنك الله يرحمه. خلاص بقى يا واد، وانا قلتلك هتتجوزها يعني هتتجوزها. طيب ياما انا قايم وطلع لها دلوقتي وهخلي بطنها تكركب اكتر واكتر. وفعلا سيد ساب امه وطلع على شقتي على طول، واول ما فتحت له الباب لقيته بيزعق وبيقولي ايه الكلام اللي انا سمعته من امي ده يا ليلى؟ كلام ايه يا سيد اللي انت سمعته؟ سيرتك خلاص يا هانم بقت على كل لسان، والناس ما بقاش ليها سيرة غير سيرتك انتي وجوز اختك. ممكن اعرف هو كان قاعد عندك في شقتك بيعمل ايه؟ جوز اختي بعتبره زي اخويا بالظبط يا سيد، وهو جه هنا عشان يشوف ولادي ويطمن عليهم، ومفيش اي حاجة بيني وبينه، وعيب قوي لما تصدق عليا كلام زي ده. وغير كده وكده امك هي اللي عملت لي المشكلة دي كلها. ما انا برضو ما صدقتش عليكي اي حاجة يا ليلى، وعارف ان انتي اشرف من الشرف ذاته،
ومفيش واحدة في الكون ده كله في أدبك واحترامك يا بنت الناس. انت لازم برضو يبقى في راجل معاكي سند ليكي في أي وقت. وافقي على الجواز مني يا بنت الناس، وخلينا حاجة عليكي واحميكي من الدنيا كلها انت وعيال اخويا. تاني هنتكلم في الموضوع ده يا سيد. ما انا قلتلك 1000 مرة انا مش عايزة اتجوز ولا عايزة اي حد في حياتي، ولا انت ولا حتى غيرك. طيب يا ليلى اسمعي بقى اخر الكلام. انت لو مش موافقة ان احنا نتجوز انا هيكون ليا كلام تاني، وانا مش هعرف اسيطر على الناس وكلامهم عليكي. وفي الوقت ده بقى يا بنت الناس هرميكي في الشارع وهرفع عليكي قضية عشان اخد منك عيال اخويا، لاني بصراحة كده مش هينفع اسيب عيال اخويا مع واحدة سمعتها بطالة. يعني ايه الكلام ده يا سيد؟ يا اما اتفضح والناس تتكلم في سمعتي يا اما تتجوزني. ده يبقى في شرع مين يا سيد؟ على العموم سيبنا افكر وهبقى ارد عليك. ماشي وماله يا ليلى، فكري براحتك بس يا ريت ما تطوليش عليا. وانا بقى قلتلك اللي عندي خلاص يا بنت الناس، وانت حرة بقى في اللي هعمله. وسيد اللي قال كلامه وسابني ومشي على طول، وانا اللي قعدت اعيط وقلت يا رب اعمل ايه بس في اللي انا فيه ده، يا رب حلها من عندك. وفي الوقت ده خرج ياسين ابني من اوضته وقال لي ماما هو انت ليه قاعدة بتكلمي نفسك وبتعيطي كده؟ هو عمي سيد زعلك زي تيتا ما بتزعلك؟ لا يا حبيبي ما حد زعلني ولا حاجة، انا بس اللي زهقانة وبعيط لوحدي. وجودي بنتي اللي طبطبت عليا وقالت لي خلاص يا ماما تعيطيش عشان خاطري، وانا من هنا ورايح مش هقولك ان انا جعانة تاني، عشان عارفة ان كل اللي حصل ده عشان احنا قلنالك ان احنا جعانين. وتيتا اللي جت هنا وقعدت تزعق هي وخالته وعمو سيد. على فكرة بقى يا ماما احنا خلاص بقينا كبار وفاهمين كل حاجة. انا بقيت في اولى اعدادي وجودي اختي في سنة رابعة، يعني احنا فاهمين كل حاجة. يا حبيبي انا نفسي تكبر وتبقى راجل قد الدنيا وافتخر بيك قدام الناس كلها. ان شاء الله يا ماما هكبر وهبقى مهندس زي ما انت عايزة، بس انت ما تزعليش وما تعيطيش. وانا اللي اخدت عيالي في حضني وفضلت اعيط. وبعد ما عدى كام يوم على كل اللي حصل ده عزة اختي راحت لاحمد في شغله وقالت له انت بقالك كام يوم ما بتجيش البيت، ممكن اعرف انت بتروح فين؟ انت اتجننتي يا عزة؟ ايه اللي خلاكي تجيلي الشغل دلوقتي؟ رد عليا الاول وقولي ممكن اعرف انت بتروح فين وما بتجيش البيت خالص؟ هكون بروح فين يعني؟ انا قاعد عند امي ومش عايز ارجع البيت تاني، واتفضلي يلا امشي من هنا دلوقتي. وعزة اللي قعدت تعلي صوتها وقالت لا يا حبيبي انا لازم اعرف الناس كلها حقيقتك واقول لهم ان انت سايب بيتك ومراتك ورايح تتصرمح مع النسوان. انت ايه اللي انت بتقوليه ده يا عزة؟ انت اتجننتي في نافوخك ولا ايه؟ هو انت لسه شفت مني حاجة؟ ده انا هفضحك في شغلك هنا وسط زمايلك كلهم عشان يعرفوا هما بيشتغلوا مع مين. بقى انت سايبني كل الايام دي كلها قاعدة لوحدي وبطولي في شقتي وانت قاعد عند امك؟ اغزي الشيطان يا عزة ويلا روحي على البيت ولينا كلام هناك في البيت. وانا قلتلك مش همشي من هنا يا احمد غير لما اعرف انت بتروح فين بالظبط. وفي الوقت ده خرج المدير بتاع احمد اللي في الشغل وقال في ايه يا جماعة؟ خير يا استاذ؟ ومين اللي عمالة تزعق في الشركة دي؟ انا مراته يا اخويا وجاية هنا عشان اقولك الاستاذ اللي شغال عندكم هنا في الشركة سايب بيته ومراته وداير ورا النسوان. استغفر الله العظيم، انت كده ارتحتي يا عزة ومش عايزة تسمعي الكلام وترجعي على البيت؟ طيب ايه رأيك بقى وقدام الناس كلها انت طالق يا عزة، طالق مني بالتلاتة.
وعزة اللي اتعصبت جدا وقالت بقى انت بتطلقني يا واطي، انت نسيت نفسك يا معفن، ده انا اللي عملتك، انا اللي استحملتك بقرفك واخرتها بتطلقني. يا ريت تجيبوا امن الشركة عشان يمشوها من هنا دلوقتي حالا. وفعلا احمد اللي اتصل لها بالامن وخرجوها بره الشركة خالص، واحمد اللي قاعد على مكتبه وما كانش مصدق كل اللي حصل معاه. وفؤاد صاحبه قال له هي مراتك دي بتعمل معاك كده ليه يا احمد؟ الظاهر كده عقلها فوت على الاخر. انا ماشي دلوقتي يا فؤاد، معلش انا عايز اقعد لوحدي شوية. وعدى يومين على كل اللي حصل ده، وحماتي لقيتها طلعت لي شقتي وقالت لي ها فكرتي ولا لسه بتفكري؟ اسمعي بقى يا بنت الناس، احنا صبرنا عليكي كتير قوي، واظن كفاية بقى لحد كده، واعملي حسابك ان كاتب كتابك على سيد ابني هيبقى في العيد ان شاء الله. ازاي بس الكلام ده يا حماتي؟ ده العيد فاضله يومين. طيب ما نخليها بعد العيد. ونخليها بعد العيد ليه بقى ان شاء الله؟ انا قلت في العيد يبقى في العيد. وحماتي سابتني ومشيت، وانا اللي قعدت اكلم نفسي واقول اعمل ايه بس يا رب في الورطة اللي انا فيها دي؟ لله الامر من قبل ومن بعد. وعدت الايام والعيد جه، ولقيت باب شقتي بيخبط، ولما فتحت لقيت سيد اخو جوزي وقال لي كل سنة وانت طيبة يا جميل، انا قلت اجي واعيد عليكي انت وعيال اخويا واديهم العيدية. كتر خيرك يا سيد. طيب ما تناديلي على العيال من جوه يا ليلى، خليني اعيد عليهم. وخرجوا ولادي من اوضتهم، وسيد اللي قال لهم تعالوا يا حبايب عمكم، خد يا ياسين العيدية بتاعتك، وانت يا جودي خدي يا ملك. وياسين قال شكرا يا عمو سيد، احنا عايزين نخرج ونروح الملاهي. بس كده من عناية الاتنين يا حبايب عمكم. يلا جهزوا نفسكم والبسوا لبس العيد، وقولوا لماما كمان تيجي معانا، ويلا عشان نروح على الملاهي. بجد يا عمو؟ يلا يا ماما، يلا يا ماما لبسينا عشان نروح مع عمو سيد الملاهي. لا مش هينفع دلوقتي يا جودي، ادخلي جوه انت واخواتك. ودخلوا ولادي على اوضهم، وانا قلت لسيد ارجوك يا سيد بلاش موضوع الخروجه ده غير بعد ما نكتب الكتاب، عشان ما ينفعش واحده من حريمك تشوفنا وتعمل لنا مشكله كبيره. محدش ليه عندي اي حاجه يا ليلى، انا حر واعمل كل اللي انا عايزه. لا معلش يا سيد، ممكن نخليها بعد كتب الكتاب احسن. خلاص اللي تشوفيه يا ست العرايس، بكرة ان شاء الله المأذون جاي عشان نكتب الكتاب ونعلي الجواب. وفعلا تاني يوم سيد جاب المأذون وكتب كتابي، وبعدها قال لي ألف ألف مبروك يا عروسة. ياه ما تعرفيش انا فرحان قد ايه يا ليلى، النهاردة اسعد يوم في عمري كله. اسمعني كويس قوي يا سيد، انا اتجوزتك عشان دي رغبتك انت وحماتي، بس صدقني انا عمري ما هقدر انسى المرحوم اخوك ابدا، فياريت يعني تسيبني براحتي وما تضغطش عليا في اي حاجة. انت يعني اكيد فاهمني. طيب بص بقى يا بنت الناس، انت دلوقتي بقيتي مراتي على سنة الله ورسوله، وانا لو عاوزة طولك غصب عنك هطولك. انا مش عيل بريالة يا ليلى، انت فاهمة ولا لا؟ واللي انا عايزه هاخده منك غصب عنك. ويلا بقى يا حلوة، قومي البسيلي قميص نوم حلو كده وتعالي، وهي فرصة عيالك قاعدين تحت عند امي. وانا فضلت واقفة ساكتة قدامه ومش عارفة اقوله ايه ولا حتى اتصرف ازاي. ولقيته قاعد يزعق وقال لي هو انت هتفضلي واقفة ساكتة زي الصنم كده ليه؟ ما يلا اعملي اللي قلتلك عليه. وانا مشيت من قدامه ودخلت على اوضتي على طول. وبعد ما عدى كام يوم في شقة ضراير التلاتة كانوا قاعدين وبيتكلموا مع بعض، ومنى قالت لها شفت يا بنت انتي وهي بقى الموكوس سيد يروح يتجوز المسهوكة دي علينا؟
شفتي يا اختي، هو اصلا من زمان وهو مريل عليها وما صدق ان هي اترملت واخوه مات وسابها. كله من العقربة حماتي، هي السبب. فضلت تزن على ودانه، بس لا، احنا هنسيب الهانم دي تتدلع عليه وتتمايع ونقعد نتفرج عليها كده؟ احنا لازم نعمل اي حاجة. هنعمل ايه يعني يا صباح يا اختي؟ انا بقى هقول لكم نعمل ايه بالظبط. وفي الوقت ده انا كنت قاعدة في اوضتي، وسيد اللي كان قاعد بياكل في الصالة، ولقيت الباب بيخبط علينا، وسيد قال لي تعالي شوفي مين اللي بيخبط على الباب يا لولو. وانا قمت ورحت فتحت الباب، ولقيت نوال ومنى وصباح قدامي، وسيد قال مين يا لولو يا حبيبتي اللي على الباب؟ وسعي كده يا ست لولو من قدامنا. ودخلت منى وقالت يلا يا روح لولو. ايه ده، منى وصباح ونوال مرة واحدة؟ في ايه اللي جابكم هنا؟ جايين نقعد معاك يا حبيبي. الله، بقى كده برضو يا سيد تبعد عننا كل الفترة اللي فاتت دي؟ يعني نهون عليك كده برضو يا ابو السيد؟ لا طبعا، ما تهونوش عليا. خلاص، خليكم قاعدين معايا هنا في الشقة، وهي الشقة واسعة وبرحة وتاخد من الحبايب 1000. عايزهم يقعدوا فين يا سيد؟ مش كل واحدة فيهم ليها شقتها برضو؟ هيقعدوا معانا هنا يا حبيبتي، الشقة واسعة يا ليلى، كل واحدة فيهم هتاخد لها أوضة. يعني ايه الكلام ده يا سيد؟ وانا وعيالي هننام فين لما كل واحدة فيهم تاخد لها أوضة؟ نامي في الصالة يا حبيبتي انتي والعيال. يلا يا حبايبي، كل واحدة فيكم تختار لها الأوضة اللي على كيفها. وانا فضلت واقفة مكاني ومش عارفة اعمل ايه ولا حتى اتصرف ازاي، ولقيت سيد بيقولي معلش بقى يا حبيبتي، هعمل معاهم ايه؟ اصلا انا كاتب لكل واحدة فيهم مؤخر قد كده ومش عارف اتصرف ازاي. ولو واحدة فيهم قررت تتطلق مني ممكن بيتي يتخرب فيها. ومنى اللي قربت من سيد وقالت له بقول لك ايه يا سيد الرجالة، انا جبت لك الاكل اللي انت بتحبه، سيبك بقى من الاكل اللي في ايدك ده وتعالى انا وانت نقعد ناكل على السفرة. طول عمرك حنينة عليا يا منى، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. وفعلا كلهم اتلموا على السفرة، وانا دخلت اوضة عيالي، وجودي بنتي اللي قربت مني وقالت لي ماما ماما، هو في ايه؟ هما هيفضلوا قاعدين معانا هنا في الشقة ولا ايه؟ والله يا بنتي ما عارفة اتصرف ازاي ولا حتى اعمل ايه. وفي الوقت ده دخلت منى عليا وقالت لي يلا يا حلوة قومي خلصنا الاكل، اغسلي المواعين ونضفي الشقة دي كلها. بقولك ايه، انا مش عايزة اي حد يدخل عليا الأوضة، انت سامعة ولا لا؟ يلا اطلعي برا. حلك يا اختي، هو انت فاكرة نفسك ايه يا بنت انت عشان تزعقنا بالشكل ده؟ ودخلت صباح علينا وقالت هو انت لسه هتتكلمي معاها ولا ايه؟ وصباح اللي بصت لمنى وقالت لها يلا يا منى خرجي العيال دي من الأوضة. وفعلا منى خدت عيالي وخرجت بره، وصباح اللي قربت مني وانا كنت واقفة مرعوبة منها جدا وقالت لي اسمعي بقى يا حلوة، انت هتمضي على العقد ده بالذوق وبعدها تاخدي عيالك وتمشي من هنا. عقد ايه اللي انت عايزاني امضي عليه؟ انا مش فاهمة منك اي حاجة. عقد الشقة دي يا عينيا لازم يكون باسم سيد جوزي، ده حقه ولازم يرجعله. دي شقتي وشقة عيالي، انت سامعة ولا لا؟ وانا عمري ما هتنازل عنها ابدا لأي حد. ومنى اللي رجعت تاني وقفلت الباب بالمفتاح وقربت مني وقالت لي خلاص بقى يا حلوة، انت اللي جبتين نفسك. وفضلوا الاتنين يضربوا فيا لحد ما مضيت على العقد. وسيد اللي دخل عليا وقال خلاص بقى يا بنات، كفاية كده حرام عليكم.
وصباح اللي قربت من سيد وقالت له: العقد اهو يا سيد الرجالة، اظن كده بقى حجتك خلصت من بدري قوي، ارمي عليها يمين الطلاق ودلوقتي حالا. طيب على الأقل يعني، على الأقل ايه يا سيد الرجالة؟ بقولك ايه يا راجل انت، ارمي يمين الطلاق دلوقتي، وإلا والله انت عارف كويس قوي احنا نقدر نعمل فيك ايه. خلاص خلاص، انت طلق يا ليلى ومش عايزة اشوف وشك هنا تاني. وانا خدت عيالي ومشيت من شقتي، وانا مش عارفة اعمل ايه ولا حتى اروح فين بالعيال. وفي الوقت ده قدام الشركة اللي شغال فيها أحمد كانت واقفة عزة، ونزل فؤاد من فوق، وعزة قالت له: ازيك يا أستاذ فؤاد، عامل ايه؟ أنا بعتذر لك والله على كل اللي حصل مني المرة اللي فاتت، أنا مش عارفة أنا عملت كده ازاي، بس أنا خلاص حياتي مع أحمد بقت مستحيلة. مفيش مشكلة يا مدام، بس أظن وجودك هنا قدام الشركة ملهوش أي لازمة. مش احمد طلقك خلاص؟ يا ريت مش عايزين اي مشاكل. مين اللي قالك بس ان انا جاي اعمل مشاكل؟ انا جاي عشان عايزه اقعد معاك واتكلم معاك شويه. شكلك كده يا مدام ما تعرفيش حجم الصداقه اللي بيني وبين جوزك، قصدي يعني طليقك ده يعتبر زي اخويا بالظبط، واللي انت بتعمليه ده يا مدام ملهوش اي لازمه. يلا اتكلي على الله من هنا وامشي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مش هقدر اخد حقي منه؟ والله ما يحصل ابدا. لو فكرت تعملي اي حاجة في احمد فما تعرفيش انا ممكن اعمل فيكي ايه، فبالذوق كده ومن غير اي شوشرة امشي يلا من هنا. وعزة اللي سابته ومشيت على طول. وفي اخر اليوم احمد كان نزل من شغله ولقاني واقفة انا والعيال في الشارع، وقال لي: يا خبر ابيض، انتي ايه اللي موقفك كده يا ليلى في الشارع؟ انا في مشكلة كبيرة قوي يا احمد ومش عارفة اتصرف ازاي. سيد اخد مني شقتي ورماني انا وعيالي في الشارع، وانا مش عارفة اروح فين، وحاولت اتكلم مع عزة في التليفون بس هي ما بتردش عليا خالص. انا خلاص يا ليلى طلقت عزة وعمري ما افكر ارجعها تاني، بس انا مش هسيبك يا ليلى وهجيب لك حقك منهم، تعالي معايا. بس انا يعني مش عايزه اعمل لك اي مشاكل يا احمد. مفيش مشاكل ولا حاجه، يلا بينا. وفعلا احمد خدني ورحنا لواحد محامي صاحبه، وقال لي: احنا لازم نروح على اسم الشرطه دلوقتي ونثبت كل اللي حصل معاكي، ونعمل فيهم محضر، ونثبت كل اللي عملوه فيكي في محضر رسمي. البلد دي فيها قانون، هي مش سايبه يعني. طيب يا حسين، يعني هي تقدر تاخد الشقة بتاعتها تاني؟ سيب الموضوع ده عليا انا يا احمد. ومشينا من عند المحامي، واحمد خدني على شقة مامته على طول. واول ما مامته شافتني قالت لي: يا اهلا وسهلا بيكي يا بنتي، نورتي الدنيا كلها يا حبيبتي. انا مش عايزاكي تشيلي هم اي حاجة خالص، انت ان شاء الله هتكوني موجودة هنا معانا على طول. طيب يا ماما، انا هاخد هدومي واروح اقعد في شقتي عشان ليلى ترتاح معاكي، بس لو سمحت يا ماما لو ليلى عايزت اي حاجة اعملها لها على طول، بس كده ده في عينيا الاتنين يا حبيبي. واحمد اللي سابهم ومشي ولسه بيفتح باب الشقة لقى عزة واقفة قدامه وقالت: حلو قوي الكلام ده، ممكن اعرف بقى الفرح هيبقى امتى؟ اوعى كده من وشي. وعزة اللي دخلت على طول وقعدت تزعق وتقول: عملتي كل اللي انت عايزاه يا سوسة يا حرباية عشان تخطفي جوزي مني؟ انت عايزة مننا ايه تاني يا عزة؟ مش انا خلاص طلقتك؟ انا عمري ما افكر ارجعك تاني. ومن قالك اصلا ان انا عايزة ارجع لواحد زيك؟ كل اللي انا عايزاه ان انا افضحك في كل مكان. انت بني ادمة مريضة، امشي اطلعي برا، ولو فكرت تعملي لي اي حاجة هروح اعمل فيكي محضر في الاسم. يلا برا، ومش عايزة اشوف وشك تاني. وعزة اللي سابتهم وطلعت على برا، وانا قلت له: انا مش عايزة اعمل لك اي مشاكل، انا عايزة امشي من هنا. مش هتمشي من هنا يا ليلى يا بنتي، احنا كلنا عارفين انت ايه، وانت شايفة بنفسك اختك عاملة ازاي معانا. المفروض كانت تحمد ربنا
ان ابني كان مستحملها رغم ان هي ما كانتش بتخلف. يلا يا ابني روح على شقتك. وعدت الايام واتقبض على سيد ومراتاته التلاتة، والامضى اتعرف ان انا مضيت غصب عني وبالاجبار، والشقة رجعت لي من تاني. وبعدها بعت شقتي واخدت شقة تانية خالص بعيدة عنهم. واحمد جالي على شقتي عشان يبارك لي عليها وقال لي الف مبروك على الشقة الجديدة يا ليلى. انا من رأيي بقى ان انت تشتغلي وتبدأي تهتمي بعيالك. ايوه طبعا انا هفكر اعمل كده. انا مش عارفة اشكرك ازاي على وقفتك جنبي دي يا احمد، انت فعلا ونعم الاخ. خلاص طالما معتبراني زي اخوكي انا هخليكي تشتغلي معايا في الشركة، مش هينفع اسيبك تشتغلي في اي مكان تاني. كتر الف خيرك والله يا احمد. وفعلا اشتغلت مع احمد في الشركة، واحمد كان بالنسبة لي اخويا مش اكتر، وعمره ما هيكون في بيني وبينه اي حاجة. لكن اختي بسبب غيرتها وحقدها مني فضلت عايشة لوحدها ومحدش كان بيسأل عليها ابدا. وانا بقيت اشتغل واهتميت بعيالي وكنت مبسوطة وسعيدة جدا. وكده حكايتنا انتهت. يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم واستفدتوا منها زي ما متعودين من حكاياتنا. واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ايمي، والسلام عليكم ورحمة الله.